في مدينة بتطل على قناة السويس معروفة بالمدينة الباسلة، المدينة الوحيدة في مصر اللي فيها مواصلات بين قارتين، والقارة التانية دي اللي فيها أجمل بيوت فرنسية ممكن تشوفها في مصر. ويا سلام بقى لو جعت وطلعت على سوق السمك، هتلاقي البياعين هناك ليهم طريقة خاصة في التسويق. وهتلاقي الناس واقفة بالطابور عشان تشتري من السوق اللي موجود فيه كل أنواع السمك، وهتلاقي الجمبري لو زغزغته هيضحك. أهلا بيكم في بورسعيد. يا مساء الفل عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من اخر سفريه كنا فيها في عمان ما صورناش، وانا بالظبط بقالي حوالي شهر ما سافرتش، ولما رجعت مصر انا عايز اكمل سلسله استكشاف اللي مش متشاف. سلسله استكشاف اللي مش متشاف اللي مش متابعها من اولها، انا بسافر محافظات مش معروفه قوي او معروفه بس في حاجات فيها مش معروفه بروح اصورها وبستكشفها. الغرض من كده ان المحافظات دي ساعات انا ما بكونش رحتها قبل كده، وهي اغلبيتهم بيبقوا كده. يعني مثلا زي بني سويف عمري ما رحتها فرحتها، زي برضو النهارده المحافظه اللي معانا، واحنا النهارده في بورسعيد المدينة الباسلة. بالظبط تحديدا أنا دلوقتي مش في بورسعيد ومش في قارة أفريقيا أصلا، أنا في بور فؤاد أو قارة آسيا، لأن بور فؤاد مش تبع قارة أفريقيا. فدلوقتي احنا عايزين نشوف إيه الجبل اللي احنا واقفين عليه ده، الجبل الطبيعي اللي احنا كلنا عارفينه إنه بيكون من الرمل أو من الصخرة أو من التراب أيا يكن، لكن الجبل اللي احنا عليه النهارده ده هو جبل الملح يا جماعة. احنا كل ده كده ملح، ده ملح، بصوا ده كده ملح. يعني انت لو خدت منه شويه، انا ما اعرفش طبعا بيستخدموه ازاي او الكلام ده كله، بس اكيد هم بياخدوه ويستخدموه في مثلا الاكل بقى والبيع والتجاره والكلام ده كله. طيب النهارده هنستكشف بورسعيد. احنا للامانه انا النهارده مش هلف في بور فؤاد قوي، بس عايزين نستكشف بورسعيد المدينه الباسله. طب ازاي تروح بور فؤاد؟ تعال اقول لكم. احنا دلوقتي على المعديه، في المعديه هنعدي من بورسعيد لبور فؤاد. احنا بنعدي من قاره افريقيا لقاره اسيا. خلي بالكم عشان لو جايين مع باص او حاجه ونزلكم في العباره دي اول ما بتوصل، او المعديه اول ما بتوصل البار الثاني ما بتستناش حد ولازم تطلعوا فيها على طول. بور فؤاد اصلا ما تعتبرش جزيره عشان انت بتعدلها بالعباره او الكلام ده كله، لا، بور فؤاد هي مدينه ثانيه صغيره بس تابعه لبورسعيد. لازم عشان تروح لها الطريقه الوحيده اللي انا عارفها لحد دلوقتي هي المعديه اللي احنا ركبناها وجينا بيها بور فؤاد. طيب المعديه دي بكام؟ المعديه دي احنا عدينا فيها ببلاش من غير اي فلوس. طيب انا جاي النهارده ازاي؟ انا جاي مع شركه بتطلع رحلات، الموضوع لذيذ ورخيص بصراحه، ما كلفنيش كتير. وبصراحه انا من وجهه نظري ان جبل الملح ما فيهوش اي حاجه غير ان انت ممكن تاخد صوره لذيذه عشان الذكرى وخلاص. وبرده اللي عايز اقوله لكم انه جبل الملح مش بس هو جبل ملح وخلاص والكلام ده، لا، في زي حاجات كده سيفونيرز بتتباع او انا مش عارف هي ايه، بس تعالوا نروح نشوفها. تقريبا دي حاجات علاجيه او حاجه، دي حاجات تذكاريه، ده عطور تقريبا، مباخر او حاجه، حاجات تذكاريه بتفكر الناس ببورسعيد. ريحه البخور هنا قويه جدا الصراحه يعني. بصوا برضو في حاجات، في ناس بتبيع ادوات فخاريه. بصوا ياه، الحصر دي بتاعت زمان اسمها حصيره. انا اهلي كانوا بيسموها حصيره، انتوا بتسموها ايه؟ او سجاده عامه يعني. بصوا برضو الحاجات دي كلها مشغولات هاند ميد، مناجين وكوبايات وحاجات كده. بصوا برضو الفخاره دي، الحاجات دي حلوه قوي. بصوا المبخره دي مبخره شكلها، وبرام لو حد عايز يجيب برام او حاجه. فاحنا دلوقتي هنسيب جبل الملح وهنرجع تاني بورسعيد وهنروح حديقه فريال. الحديقه دي على فكره تعتبر تاريخ كبير قوي، لان دي مبنيه او متاسسه من 1869، واتاسست كان ساعتها الخديوي توفيق هو اللي ماسك الحكم. انا من رايي ان الحديقه دي انت تقدر تاخد فيها صور حلوه جدا، وبصراحه يعني هي حديقه نظيفه جدا جدا، حديقه تحس ان هي لسه متجدده مثلا او حاجه، فلا حديقه لذيذه يعني الصراحه. عايز اقول لكم ان المكان الجاي ان شاء الله هنطلع على ايس كريم من سلسبيله، ده اشهر هنا حاجه اسمه الكاساتا، هنروح نجيبه دلوقتي واوريه لكم. يلا بينا. وبرضه عشان تكونوا عارفين لو عايزين تروحوا ايس كريم سلسبيله اللي عند حديقه فريال، دي حديقه فريال، ايس كريم سلسبيله في الشارع ده، امشوا طوالي هتلاقوه على ايديكم اليمين. مكانه مش بعيد ومش بيتوه يعني. بصوا بقى دلوقتي جبنا الكاساتا، هي دي الكاساتا، هي عباره عن ايس كريم، ده تقريبا موز او حليب، وده كريمه مانجا شوكولاته كريمه تاني. تعالوا نجرب الكاساتا ونقول لكم راينا لاول مره.
بسم الله. هي كبيرة على فكرة وسعرها 20 جنيه بس، يعني أقل من نص دولار. طب الحليب اللي هو الأصفر ده مش مسكر قوي، فيها مكسرات، لا لذيذة هي. استنوا نجرب المانجا. أنا ما بعرفش أقيم الأكل، يعني أنا المانجا حلوة قوي، المانجا حلوة جدا. لا هي اوفر اول هي حلوة جدا، يعني 20 جنيه مش حاجة، انتوا فاهمين؟ فلا حاجة تطري كده عليك تبقى لذيذة جدا جدا جدا. على فكرة انت ما ينفعش تيجي بورسعيد ومن غير ما تجرب الكاساتا ابدا. وبعد ما خلصنا ايس كريم سلسبيلة دلوقتي هنروح على سوق السمك، لان انا جعان بصراحة وعايز اجرب بقى السمك اللي هناك بانواعه باشكاله الكلام ده كله. فيلا بينا على سوق السمك. كنا رايحين دلوقتي سوق السمك ونزلنا في المنزل في المكان الخلفي في البوابة الخلفية بتاعت سوق السمك، لقينا سوق البالة. تعالى هنا حسام، ده حسام. يلا حسام عشان المفعول بتاع الناس ده حسام، يلا حسام. بصوا الاسعار، عايز اوريكم الاسعار. سيبك من حسام، يلا حسام. على كابتن يا كابتن، هنا منك شيك يا كابتن، يا كابتن هنا نمبر 1، هنا نمبر 1، هنا نمبر 1 يا كابتن، هنا وحش الاستفتاء يا كابتن. طيب اللي مش عارف ايه سوق البلا، السوق البلا ده بيكون سوق اللبس المستعمل اللي جاي من اوروبا. خلونا ناخد لفه كده ونشوف ايه الحاجات الموجوده. هو كده كده انت يا بختك، يعني مش يا بختك اللي هو عشان تشتري من هنا، لا يا بختك اللي هو يا نصيبك هتشتري ايه. انت ما تعرفش هتشتري حريمي رجالي كله على بعض، مش مفهوم. طبعا انت ممكن تاخد حاجه مقطوعه، حاجه مش مقاسك، مفيش هنا قصه ان انا اقيس والكلام ده كله. بس الميزه اللي هنا بتميز السوق ده ان الحاجات اللي بتشتريها من هنا نسبه كبيره منها قوي 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 بتكون اوريجينال وستوكس من بره مصر جايه لجوه مصر. فبصوا مثلا دي H&M، فممكن بكام دي؟ 150 بس. 150، يعني ده H&M ب 150 مستحيل تلاقيه في H&M 150 او اقل مثلا من 700 800. فهنا الحاجات بصراحه الستوكس كتير، وهتلاقي مش H&M بس، ممكن تلاقي نايك، في حاجات براندات كتير جدا. بس خلي بالك ان انت ممكن تنقي حاجه مثلا ايه مش نظيفه او حاجه، بس عادي ممكن تغسلها ومش هتلاقي الاسعار دي كتير يعني. فهو ده سوق البالة باختصار شديد يعني. فلو بتحب الحاجات دي وعايز تاخد اكسبيرينس وتجرب، تعالى سوق البالة، وهو قدام سوق السمك الجديد على طول في بورسعيد. وبعد ما خلصنا سوق البالة في بورسعيد يلا بينا ندخل على سوق السمك عشان نجيب الاكل وناكل ونشوي قبل ما ناكل، عشان مش نفس الشخص هو اللي تشتري منه هو اللي بتشوي عنده. فيلا بينا ندخل سوق السمك الجديد في بورسعيد. ودلوقتي وصلنا سوق السمك في بورسعيد، سوق السمك الجديد. هندخل جوه بقى ونشوف السوق ده. اللي انا اعرفه عنه انه انت بتشتري السمك من مكان وبتشويه في مكان تاني. ما ينفعش ان انت، او مش ما ينفعش، مش محلات كتير اللي بتعمل كده، يعني هي نص المحلات انت بتشتري منها السمك والنص التاني بتشوي عندهم. فتعالوا دلوقتي نشتري السمك ونشوف اسعاره ايه ونروح نشويه عند ناس تانيين عشان ناكل ونجرب السمك البورسعيدي اللي بجد. احنا ممكن بقى ايه لحد ما نخلص نصلي العصر الاول وبعدين نكمل الفيديو. يلا. الحمد لله خلصنا الصلاه، ودلوقتي هنشوف مكان ناكل منه سمك او نشتري منه سمك الاول، لان الاكل ده بعدين. فتعالوا الاول نشوف السمك اللي موجود. بصوا مثلا ده بولتي، هنا بيقولوا عليه شبار، ده اللي انا عرفته. لما تيجي ما تقولش بولتي عشان اعرف انك من القاهره، قول شبار. بس الاسماك يعني البولتي ده احنا عندنا في القاهره اكبر، المتعارف عليه بيكون اكبر. طبعا جمبري، والصبيط هنا بيسموه سيبيا، يعني ده اللي انا عرفته ان هم بيسموه سيبيا. فتعالوا نكمل ونشوف. بسم الله. تقريبا ده الشارع بتاع السوى اللي الناس بتسوي فيه، لكن الشراء تقريبا الناحيه الثانيه. فتعالوا ان احنا نرجع الناحيه الثانيه ونشوف. في اسماك هنا، سمك في انواع سمك هنا هتشوفوها مش هتعرفوها اصلا. بصوا الكابوريا دي، بصوا السمك ده اعتقد شبار صغير اللي هو البولتي الصغير. بصوا السمك انواع كتير جدا جدا جدا. فتعالوا نروح نشتري السمك الاول. وبصراحه انا مش عايز اكل بولتي او شبار، لا، لان انا باكله في القاهره عادي. انا عايز اجرب الجمبري حبيبي. نجرب الجمبري والسيبيا.
اللي هي الصبيط يعني. فاهو تقريبا الشراء من اول هنا اهو. على طول اندمجوا. اندمجوا على طول، ما بيهزروش. ما بيهزروش. ده بقى بلح البحر، ده اللي انا اعرفه. بص الكابوريا، بص كابوريا عندنا جمبري جميل قوي. الجمبري عندنا مطه موسى. سمك موسى ده يا جماعه. يا جماعه اول ما دخلت وشافوا الكاميرا اشتغلوا على طول. بصوا ده تقريبا يا سمك سلمون يا اما سمك تونه. ده سمك سلمون او تونه، اللي عارف يكتب لنا في الكومنتات يا جماعه. بصوا بقى انا المشكله مش عارف الانواع هنا اسمها ايه. ده طبعا جمبري، بس ده مش عارف ده مكرونه ده ولا ايه. ده بربوني. ده بربوني. بربوني بيقول لنا بربوني اهو حبيبي. ده بربوني وده جمبري وده اللي انتوا بتقولوا عليه شبار، صح كده؟ في بوري كبير، في سيبيا، في بوري سيبيا اللي هي الصبيط. الصبيط اهو. عندك البوري كذا حاجه. تمام. جران. البوري الصغير بيتقال عليه جران يا جماعه. جبنا دلوقتي الاكل، جبنا جمبري وجبنا كاليماري. انا اصلا ما بعرفش اكل وانا بصور الاكل اهو. هنروح نشوف حد يشوي لنا. في واحد قال لنا تعالى اشوي لك وكده، في سماسره في الموضوع ده هقول لكم عليه دلوقتي. بس الاول نشوف مكان يشوي لنا الاكل اللي احنا جبناه وافهمكم كل حاجه. فتعالوا الاول نشوف الراجل اللي قال لنا تعالى ايه اظبطك. عايز اقول لكم برضو الجمبري دي اسعار الجمبري بتبدا من 350 وفي حاجات ب 330. وانتوا كده عارفين ان الاسماك اليوم بيوم يعني مش كل يوم زي بعض. كيلو الجمبري كان ب 350، جبت ربع على قدي، مش ما انا ما باكلش كتير، وغير كده انا اصلا ما بعرفش اكل وانا مسافر، فجبت ربع جمبري وربع كاليماري، خد 80 جنيه. دلوقتي هنروح نسويهم ونشوف التسويه هتاخد كام. قعدنا وقت طويل قوي. المهم دلوقتي احنا جبنا الاكل، جبناه زي ما قلت لكم الكيلو الجمبري ب 350 الكيلو، والكاليماري ب 280، وقال لي احسبه لك ب 270. قال لي في الاخر كله توتال 80. انا ما فهمتش ايه ده اصلا وحسب ايه ولا عمل ايه، بس مش مشكله. انا لقيت 80 جنيه قلت بلاش. بس المشكله الناس هنا بتبص لي ان هو انا ايه، انا بخيل مثلا مش عايز ادفع. انا ما بعرفش اكل، والله ما بعرفش اكل وانا مسافر، ده بجد. وطول ما انا ماسك الكاميرا خدوها كده وفهموها، طول ما انا ماسك الكاميرا انا ما بعرفش اكل. ما بعرفش اكل غير لو انا رايح اصور اكل. يعني انا مثلا رايح اصور مثلا اكله في مكان معين في محافظه معينه، ده ماشي اوكي اكل ومش كتير يعني بالراحه كده، حاجات نقنقه على الخفيف. فهو فاكرني ان انا مش عايز اكل او مش عايز اجيب او مش عايز اشتري. انا عايز اشتري جدا، بس طول ما انا الكاميرا شغاله او انا بصور بكون مركز في التصوير، ما بعرفش اكل. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه انه جبنا الاكل، خد مننا، انا جبت قطعتين كاليماري والربع كيلو جمبري ب 80 جنيه. بعد كده طلعنا نشويهم كل ده وحطينا عليه رز كمان، خد مني 55، ولسه مش هياخدهم دلوقتي، هياخدهم بعد ما استلم. يعني انت على فكره ممكن تاكل اكله كفرد. يعني انا دلوقتي اكلتي انا كفرد حاليا في الوقت ده كلفاني 135 جنيه، عباره عن ربع كيلو جمبري وكاليماري ورز. فده بالنسبه للقاهره طبعا ده ما يعني ما فيش الكلام ده اصلا، ما جاش، او ما يعرفوش اسعار القاهره، او ما عارفين اكيد اسعار القاهره، بس هنا اسعار رخيصه جدا جدا عشان البحر. دلوقتي احنا ايه هنعمل ايه؟ هنستنى السمك ناخده وبعدين ناكل واصور لكم الاكل، وبعد كده نشوف اي مكان نحل فيه كده وندوق الحلويات بتاعه بورسعيد. اي نعم احنا دوقنا الكاساتا بس لسه ما دوقناش بقيه الحلويات. اخيرا بعد حوالي ساعتين من الانتظار على شويه جمبري قد كده وطبق رز بس. الجمبري ده حوالي ربع كيلو على وربع كيلو صبيط كاليماري. فاول حاجه هنبدا بسم الله نجرب الرز. يعني انا مش فود بلوجر يعني، بس انا بجرب وخلاص. لا بيقول لي فود بلوجر، لا الرز مش احسن حاجه بس حلو، 25 جنيه حلو. فاحنا ايه بالنسبه للجمبري حلو صراحه حلو. دلوقتي هنخلص اكل، هنقفل الكاميرا نشوف هنعمل ايه بعد الاكل، استنونا. طبعا ما ينفعش ان احنا نيجي بورسعيد من غير ما نيجي سامي
سالم. سامي سالم ده يا جماعه عايز اقول لكم ان هو يعني اشهر تقريبا حلواني هنا في بورسعيد. جبنا منه للقاهره بقى ناكلهم في القاهره. بس قلنا نجربه في البيت، وهو بصراحه زحمه جدا وباين عليه ان هو نضيف قوي يعني. فهنجرب بقى ايه سامي سالم. واهم حاجه ان انت ما تجيش بورسعيد من غير ما تروح لسامي سالم، عشان مش هيبقى اسمك جيت بورسعيد. وبكده يبقى يومنا النهارده خلص في بورسعيد. الى اللقاء في مره قادمه باذن الله. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش سبسكرايب للقناه، لايك للفيديو، شير الفيديو في كل مكان، خلينا نوصل لاكبر عدد من المشتركين.